بيبدا الفيلم في المنجم مع الخراف وهم شغالين مع عادي وشايفين مصلحتهم لحد ما يتفاجئوا بالمرحوم تاي لونج داخل عليهم. خير يا سيد لونج، ما انت مش ميت؟ هل لهم ميت؟ طب اهو واهو، واللي جاي سواد يا كوكب ما فيهوش شرير غيري. في نفس الوقت ده بقى يكون بوبي يمارس هوايته المفضله الا وهي انقاذ العالم. بعدين يروح مدينته وبيحكي للكل ان المعلم اوجواي اداله عصايه الحكمه دي ودي قادره انها تفتح بوابه لعالم الارواح. حد عاوز يتصور؟ تعال انت كمان. ايه ده؟ لا مؤاخذه يا معلم. اخدوا بقى المعلم شيفو وقال له فاكر يالا يا ابوه اول مره طلعت فيها السلالم دي؟ قال له فاكر، ما فاكر يعني ودي حاجه تتنسى؟ فيفكروا شيفو بهدفه الاساسي في حمايه العالم. ايه اللي في ايدك ده؟ قال له ده كحك. قال له التانيه يا جدع، ما ايدك التانيه فيها ايه؟ قال له ما دي العصايه بتاعت اوجواي. فيعرفوا شيفو ان جه الوقت اللي لازم يسلم فيه الرايه والعصايه لمحارب جديد. قال له طب وانا؟ قال له ما انت هتقول حكم بقى وتربي شعرك وبتاع. بيروحوا مع بعض دوري الابطال ده ويشوفوا هناك اعظم محاربي وادي السلام والمرج وهم بيتنافسوا عشان كل واحد فيهم يثبت ان هو الاصلح بعصا اوجواي. قال له بو خلاص، ما انا هسيب صبعي يختار. مين يا ترى؟ قال لا ده انا. ما شوف سبحان الله، ما خلاص بقى يا حاج ما اختارني. هنا بقى ابوه يشوف كائن غريب عجيب خفيف كده بيتسلل قاعه الابطال فيدخل وراه. بعد شويه اكشن وكونج فو رايقين جدا كده بينهم وبين بعض قدر بونو يسيطر على الوضع وبيقبض عليه. قال له ايه، ما عرفت بقى مين هو المحارب؟ ما عرفت، ما تجيش هنا تاني بقى. في الاثناء دي تيجي الخراف لبوه يحكوا له اللي حصل وان تاي مستنيه في الوادي وعاوز يقضي عليه. فتسخر تشين منه وتقول له ان كل خطوه بتسيب اثر وراها حتى لو كان صغير. ما بيهتمش بوب كلامها وبيروح للوادي عشان يدور على تاي. ما فيش تاي بقى خلاص، ولكنه بيتفاجئ ان اثار اقدامه فضلت تصغر لحد ما صغرت قوي. فافتكر هو كلام تشين قام راح لها. مين ده يا تشين؟ قالت له كائن بتقدر تتحول لاي شكل هي عاوزاه، بتقلع ده وتلبس ده زي العبايه. هي مين؟ ايه الحربايه؟ ايه يا جدعان في ما تقلت ولا؟ قال لها ابوه حلو جدا. اوصل لها ازاي بقى الحربايه دي؟ قالت لازم حد طبعا يوصلك ليها. قال لها هنجيب احنا حد منين دلوقتي؟ قالت له انا يا عم. ايه ما انا اللي قايله لك. فيجي بقى المعلم شيفو بيعرف منهم القصه فقال لابوه لازم تتحرك بسرعه قدرك بيناديك. قالت له تشين بس خليك انت في حالك يا سنجاب الله يكرمك مالكش دعوه. قال لها ابو سنجاب الله يخرب ده باندا ما بس ما قصار شويه. علشان كده بيقرر بونو يطلعها ويروح معاها في اخر مهمه ليه كمحارب تنين، لانه لما يرجع هيختار خليفته ويقعد هو بقى ينشر السلام قدام والفانيلات ورا. في الطريق بقى تقول تشين لابوه قال لها ايه هي البتاع دي يا سيد؟ قال لها بتفتح عالم الارواح وعلشان تشتغل معاكي لازم اكون انا اللي اديها لك بنفسي. في الاثناء دي بقى يجتمع كبار عائلات الشر والجريمه في مدينه جونيبر علشان يحطوا حد للحربايه اللي بتاخد منهم اتاوه دي راحت ولا جت يعني مع حربايه ولا مؤاخذه ولا ايه يا رجاله؟ قال له يا عم وطي صوتك، ما دي حربايه يا جدعان، يعني ممكن تكون قاعده وسطينا، ممكن تكون انت ولا انا. الجرايه شويه اشرار في ايه؟ ما هي الجريمه باظت من شويه. طب ايه رايكم بقى انك هتدفع 60% زياده؟ قال لها لا. قالت له لا عندك حق، ما انت شايفني بقى صغيره وقصيره وبتاع فهتتنطط عليا. نعم عايز ايه؟ بيجي الليل ويتفق بينجي ولين انهم خايفين على ابوه من مواجهه الحربايه علشان كده بيلموا عدتهم وبياخدوا بعضهم ويروحوا وراه. فنتنقل لابوه بعد ما وصل لحانه الارنب السعيد هو اللي واضح كان انه سعيد جدا ما اشتغل يالا. فكلمه من هنا على كلمه من هنا قالت لهم تشين نلعب على اللي يشيل. بتغش طبعا في اللعب فتكسب. قاموا بقى قالت لهم لا ما انا عاوزه المدير هنا. قالت لها انا المدير هنا. فضرب اشتغلوا يالا ضرب كمان مره لحد ما باعجوبه شديده قدروا انهم يهربوا من المكان بسرعه. نسيبهم احنا هنا بقى ونروح لبينج وليه وهم بيتحدوا الصعاب عشان يوصلوا لبوه، ولكن مع الاسف بيقع ليه وبيحاول بينج انه ينقذه ولكن بلا جد. ايه ده؟ تمام كمل الموضوع. في الطريق تحكي تشين لبو انها يتيمه عاشت في مدينه مليانه اجرام فكان لازم تسرق عشان تقدر تعيش وسطيهم، لحد ما في يوم واحده من السكان عطفت عليها واتبنتها. هلا الحال من بعضه، ما انا كمان اتربيت مع وزه لحد ما اكتشفت ان ابني باندا. هو كانت صدمه الحقيقه. نتنقل بقى للحربيه وهي بتصنع اقفاص حديد وهي بتقول انها اخيرا هتقدر توسع حكمها في كل البلاد بما فيهم وادي السلام والمرج. الصبح يوصل بولي المدينه فتحكي له تشين ان المكان هنا كان عالي العال لحد ما الحربيه سيطرت عليه في حال الناس بقى زي ما انت شايف كده. وهم ماشيين بقى يكتشف بني المدينه كلها عارفين تشين. هلا ده انت مشهوره جدا. هيت له اكتر مما تتخيل. الله مطلوبه للعداله. هيت له ولا تقلق ما فيش مره اتقبض على ايه الفقر ده. فعرفهم بنو هو وتشين في مهمه سريه للمحارب التنين. قالوا له مين؟ قال لهم ما يبقى عارفينه بقى باسم كونج فو باندا.
يا جدعان ما يصحش كده. بيتهربوا تشين وبيجروا بسرعه منهم. قال لها ابوه ما ينفعش تهربوا، انتوا مطلوبه للعداله. قالت له واضح كده ان مش مطلوبه لوحدي. الله، ما الحياه هنا سريعه قوي كده. ويفضلوا بقى يجروا من هنا لهنا لحد ما يوصلوا للمجاري. فتعرفت تشين ان ده بيتها ودول اهلها اللي بتحبهم وبيحبوها. مش قوي يعني، ما في شويه مشاكل كده. نرجع لابوه وهو بيعلم تشين الحركه اللي عملها في الحانه بعصايته. فتفرح تشين وتقول له انه معلم صالح عكس كل الخنازير اللي اتعلمت على ايديهم. من النجمه بقى يطلع الاتنين على قصر الحربايه، فيدي بولا تشين نواه خوخ كده من وادي السلام، ويقول لها ان زي ما النواه دي هتكبر في يوم من الايام وتبقى شجره، انت كمان هتجيلك فرصتك وتبقي شجره وتبقي حاجه كويسه يعني. بعد كده يتسلل الاتنين للقصر وبيلاقوا نفسهم في مواجهه افخاخ الحربايه، فبكل سهوله ومهاره وشطاره بيقدروا انهم يتخطوا الفخ ده. فيقع بو في الفخ ده. بيحاول بو انه يرفع القفص ما يقدرش، فيدي عصايه الحكمه لتشين عشان ترفع القفص بيها. فاكرين بقى لما بو قال لها ان قوه العصايه ما بتشتغلش الا لما يسلمها صاحبها للشخص التاني بارادته؟ اهو بو سلمها العصايه بارادته، وهي بدورها سلمتها للحربايه. هوبا، ما الثعلوب طلع مكار. من هنا بقى يفهم بو ان الحربايه هي نفسها الشخص اللي ربى تشين، وان تشين كانت جاسوسه كل هدفها الوحيد سرقه العصايه منه. فتحكي له الحربايه انها اتبنت تشين لما لاحظت شجاعتها وعدم خوفها منها. بعدين تقول له انها كانت حربايه كيوت كده، كان كل حلمها انها تتعلم الكونج فو، ولكن المعلمين رفضوا انهم يعلموها بحجه انها صغيره وبوشين لا مؤاخذه. فهي اختارت الطريق الاصعب وبقت مشعوذه قد الدنيا، قادره انها تاخد شكل اي حد، وبالعصايه دي هتقدر تاخد الشكل والقوه كمان. بيتعصب بو من كل اللي سمعه فيضرب الارض وينزل تحت يهرب. فتلحقه تشين وتنادي عليه عشان تعتذر له. هلا تعتذري؟ فتظهر تشين عشان تعتذر له. الله، ما قالت له بقى الحربايه انت سهل خدعك جدا، ما خد دي. هنا بقى يوصل اهل بو بيتعاونوا على انقاذه قبل ما يقع ويموت. بعدين يشجعوه يعرفوه انه عمل اللي عليه وانه كان جدير فعلا بالعصايه لولا انه اتخدع. فنتنقل للحربايه وهي بتقول لتشين انها اخدتها من الشارع في الاصل عشان تساعدها على تنفيذ خطتها، فلو لعبت بديلها كده ولا كده هتخلص عليها. في نفس الوقت ده يظهر القمر الدموي، فتفتح الحربايه بوابه الارواح بسرعه، وكبدايه بتستدعي تاي. خير يا حربايه؟ نعم، عاوزه ايه؟ قالت له عاوزاك تعلمني كل مهاراتك. هلا ما بشاركش مهاراتي مع حد. قالت له بجد؟ طب خد. ضرب 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 بقى مع شويه كونج فو رايق جدا. بينتهي بان الحربايه بتسحب قوه تاي كلها وكل مهاراته وترميه في قفص من الاقفاص بتاعتها. النكس اللي بعده. من هنا بقى يزيد جبروت الحربايه وتفضل تستدعي معلم ورا التاني علشان تسرق قوته وتحبسه جنب اخواته. فتخاف تشين على بو بتروح تمنعه من مواجهه الحربايه لان بوضعه الحالي ده اضعف منها بكتير، ولكن بو بيرفض الاستسلام. لذلك بتحضنه تشين وبتطلب منه انه يثق فيها للمره الاخيره ويسيبها تساعده. وبكده تروح تشين لعصابه المجرمين اصدقائها وتقول لهم انتوا مش بتحبوا العنف، انا جايبه لكم عنف. بعدين بتسيبهم مع اهل بو عشان يحاربوا هم حراس الحربايه على ما هي تروح تساعد بو في حرب ضدها. فنتنقل لبو بعد ما وصل للحربايه وهي عماله تصطاد في ارواحهم واحد تلو الاخر. قال لها بو معلش يعني من غير اساءه ادب، ما انا عاوز العصا بتاعتي. قالت له اهي، ما هي السلام انا خلصت. بيحاول بو انه يتفاهم معاه بالفلسفه والمنطق، بس هي بقى كانت علمي فما فهمتش كلامه. فتتحول لكذا شخصيه من الشخصيات اللي اخذت قوتهم واللي هم اوريدي اصلا مع اعداء بو في الماضي. وهاتك بقى يا ضرب ضرب ضرب، ما مش عاوز اقول لك، لحد ما تدخل تشين في اللحظه المناسبه وهوب ما اخرت شويه بس ملحوقه. خد دي. بتفهم الحربايه انها بتعلن عصيانها ليها، لذلك بتستخدم قوه كل اللي سرقت ارواحهم مع بعض، راس بقى من ده على ديل من ده على جناح من ده، وعملت كائن كام محدش عارف له مدى تنين ده ولا سحليه ده ما تفهمش. بتطير وراهم بقى، وبعد شويه اكشن كتير كده جدا بينهم وبين بعض بتكون الحربايه متقدمه عليهم بسبب قوتها، وبيزيد الطين بله انها بتحبس بو بنفسه جوه قفص من بتوعها. لذلك بيسلم بو العصايه لتشين ويقول لها فاكره نواتي الخوخ والشجره والكلام اللي كنت بقول لك عليه ده؟ يلا ما تفضلي اطرحي. فاكرين بقى لما بو علم تشين حركه التنين بتاعته لما كانوا مع بعض؟ اهي تشين بتطبق اللي اتعلمته وبالفعل بتقدر انها تدي الحربايه واحده تجيبها الارض. هنا بقى يخرج بو من القفص، فتفهم تشين انه عمل كده علشان يخليها تثق في نفسها وتتغير. في الاثناء دي فوق الحربايه فياخد بو عصايته وهوب هي جدع مرنت الحربايه جدا، بتقع منهاره. فيستغل بو ده وبياخد منها كل القوه اللي سرقتها ويرجعها لاصحابها من تاني. فيدخلوا عليه كلهم بقى كده مع بعض. فقال له تاي احنا اعداء بس انت لما طلعت واد رجول، يلا ما خلي بالك من نفسك. بتعدي الارواح كلها تاني من البوابه، فتروح الحربايه مع تاي عشان يعمل عليها شاي. ده انا بص هطحنك جوه. تاني يوم بقى يرجع الكل لوادي السلام، فيستغل بو ده عشان يعرف تشين انه اختارها هي كخليفه ليه. بعدين يجيب لها الخمسه الغاضبون علشان يدربوها بنفسهم وتبقى محارب تنين قد الدنيا. وبالفعل بيبداوا في تدريبها بقى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبكده يكون انتهى الفيلم. وما تنسوش تعملوا فولو للصفحه وتتابعونا كل يوم في السادسه مساء. وما تنسوش برضو تتابعوا قنوات الواتس والتليجرام، وهتلاقوا اللينكات بتاعتهم اول كومنت. وشكرا، سلام.